يا دكتور محمد، عيان خشونة ركب، وده أكتر عيان بيجي لنا العيادة للأسف. العيان ده امتى أقول له أنت تمشي على في المراحل الأولية على علاج عادي؟ إيه التسلسل في العلاجات؟ التدرج بتاعنا اقول الالم بقاله قد ايه بتاع المريض، والالم ده موجود وقت الراحه ولا لا، ولا بيجي مع المجهود بس. الاول طبعا عين الخشونه لو هو لسه بادئ يشتكي بنجرب معاه العلاجات الدوائيه. الخطوه الثانيه لو مفيش استجابه قوي بنبدا نعمل جلسات علاج طبيعي. العيان لو وزنه مليان لازم يقلل الوزن بتاعه، لازم يقلل المجهود، ما يطلعش سلم، ما يقفصش رجليه، الصلاه وهو قاعد على الكرسي ما يربعش رجليه. دي كلها حاجات بتقلل الالم بتاع الخشونه. دخلنا بقى مثلا يعني الالم موجود لسه بعد الحاجات دي كلها، ممكن نعمل حقن للمريض ده. انواع الحقن الكتير سواء الزيت او البلازما او الكورتيزون، افضلها طبعا حقن الزيت، حقن الهيالورونيك طبعا في الدرجات المتاخره خلاص. ولو الالم موجود على طول والمريض ده مضطر ان هو ياخد مسكنات حتى وقت الراحه بدون اي مجهود، يبقى هنلجا للعمليه، عمليه تغيير المفصل.